السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من مطبخ ريما. النهاردة فيديو جميل وسريع وسهل وخفيف. الافكار دايما اللي فيه جديدة ومختلفة ومتنوعة جدا. معايا النهاردة منيو اكلات للاسبوع هايل جدا، بس المنيو ده مميز شوية ان هو خاص باللحوم. تمام. المنيوهات اللي بتبقى خاصة باللحوم بحب دايما اعمل لها حلقات مميزة عشان تبقى دايما فريدة كده من نوعها ومختلفة عن الانواع الاقتصادية اللي معتادة دايما وعارفينها. النهاردة منيو بسيط جدا مع انه من اللحوم. معانا 7 وجبات هنبتدي نقولهم كده مع بعض ونشوفهم، وهنتعرف كده على كل سفرة خلال اليوم عاملة ازاي عشان تبقى معاكي في منتهى الجمال. يلا نبدأ الفيديو، بس ما تنسيش اللايك والشير وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ الحلقة. اول يوم معايا في منيو اكلات الاسبوع ده زي ما قلتلك هو منيو للحوم. هعمل اول يوم فيه بانيه، فراخ بانيه، شرايح من فراخ البانيه، معاها مكرونة اسباجيتي او مكرونة بالصلصة الحمراء، اي نوع بتحبيه، وهقدم جنبه المخلل والسلطة الخضراء. سفرة في منتهى الجمال. وكمان زي ما قلتلك المنيو ده هينفع معاكي لشهر رمضان، يعني تخليه كده منيو اول اسبوع لشهر رمضان. بيبقى سريع وخفيف وافكاره كلها احنا محتاجينها. اول يوم بانيه معاه مكرونه معاه سلطه ومخلل وسلطه خضراء اللي هي الجزر والبصل والجرجير، الكلام الحلو ده كله. نروح بعد كده لتاني يوم هعمل فيه سمك مشوي. السمك المشوي كلنا بنحبه بس بننساه شويه، ما بنعملهوش في شهر رمضان. نحاول ندخله كده على قد ما نقدر. وهيبقى معاه رز ابيض وسلطه بلدي او سلطه خضراء، معاها طبعا بدنجان المخلل المقلي ده لا غنى عنه. مع التركيبة الحلوة ديت بتبقى في منتهى الجمال. عايزة تبدلي السمك المشوي بسمك مقلي او سمك بصلصة براحتك جدا. والرز الابيض والسلطة والمخلل دول ثوابت طبعا معانا. تمام كده. نروح بعد كده لليوم الثالث وهنعمل فيه كشري مصراوي اللي هو بالكبدة. تمام. عايزة تعمليه سادة براحتك، عايزة تعمليه بالكبدة برضو ليكي حرية الاختيار براحتك جدا. الكشري المصراوي ده بيبقى فيه كل حاجة، فيه المكرونة، فيه العدس، فيه الحمص، فيه الخضار، يعني وجبة متكاملة جدا جدا ومغذية ومشبعة. بجد احنا ساعات بنشتريها من بره مع انها ما بتاخدش معانا ساعة واحدة في التحضير لكل الحاجات اللي احنا بنعملها. تمام. فبلاش نشتريها من بره ونحاول كده نعملها حتى لو مرة في الاسبوع، مش هتكلفك حاجة. تمام. انا على طول بعملها وبتاخدش اي حاجة خالص. تمام. عندي رابع يوم ده هنعمل فيه طبعا سفرة كده شهية جدا، وهيبقى فيها سلطة رنجة اللي هي المهروسة. تمام. بتبقى مهروسة كده في الكبة، بتبقى تحفة جدا. هعمل معاها بطاطس محمرة وسلطة خضراء وطبق من الجرجير وحلقات من الطماطم والخيار، وهقدم معاها عيش بلدي. ده رابع يوم، فكرته بسيطة وخفيفة وعلى قد الايد برضو، وفي نفس الوقت لحوم، يعني ميكس ما بين الاتنين. نروح بعد كده لليوم الخامس وهعمل فيه فراخ مسلوقة ومحمرة. هقدم معاها رز بالشعرية وهيبقى جنبها فاصوليا او لوبيا. تمام. طبق من الفاصوليا او اللوبيا، ومعاها طبعا المخلل والسلطة الخضراء. هروح بعد كده لليوم السادس وهيبقى معايا فيه وصفة حلوة وشتوية ولذيذة وخفيفة جدا اللي هي السبانخ بالحمص. معاها رز ابيض وجنبها طبق جرجير وطبق عيش بلدي ومعاها بدنجان مخلل. تمام. سفرة جميلة جدا وشتوية كده
وفي نفس الوقت خفيفة وسريعة، يعني فيها الميكسات كلها اللي احنا بنحبها. تمام، والمميزات كلها بتاعت اي سفرة. نروح بعد كده للسفرة الاخيرة، ودي طبعا بنحبها جدا، مكرونة بشاميل بالصدق. هقدم معاها حلقات من الخيار، ومعاها طبق شيبسي وطبق مخلل، ودي وجبة ولا أروع. تنفع لأول يوم رمضان، تنفع في نص الشهر، في آخر الشهر، في أي وقت بتحبي تعملي مكرونة بشاميل. الوصفة دي هايلة جدا. تمام، عايزة تبدلي مكرونة بشاميل بالعصاج أو الفراخ، ليكي مطلق الحرية، براحتك جدا. ده منيو أكلات الأسبوع. لحوم قسمته بطريقة كده سهلة وخفيفة وعلى قد الإيد جدا جدا أفكاره، وما فيهاش أي صعوبة. يعني أول يوم معانا برضو بحس ان هو اقتصادي جدا، وتاني يوم برضو أكلة شهية جدا وكلنا معتادين ان احنا نعملها ومعتاد جدا. كلها أفكار بسيطة وخفيفة وسريعة. هي فكرة بس دمج الوصفات مع بعضها بتدي للسفرة شكل، وده المطلوب دايما. فيديو النهاردة خفيف وسريع وبسيط، أتمنى بجد يعجبك، واكتبي لي رأيك في التعليق تحت، واستنيني في فيديوهات أحلى وأحلى. قدمنا النهاردة منيو أكلات للأسبوع خاص باللحوم، وكمان ينفع أسبوع لشهر رمضان، أول أسبوع للشهر، وينفع لآخر الشهر كمان. تمام، كل يوم معايا في مطبخ ريما وصفات مختلفة وجديدة وسريعة. ما تنسيش طبعا الاشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الحلوة، واستنيني في فيديوهات أحلى وأحلى ومطبخ ريما. سلام.